هيسدد بيها ديون للبلد بمليارات الدولارات اشتراها تحالف سعودي إماراتي، وهيبنوا عليها مشروع ضخم، واحدة من أشهر وأهم المناطق الاستراتيجية في العاصمة. تاريخها مرتبط بكل الأجيال، ومن سنة 1969 وهي مركز لكل الأحداث الكبيرة من معارض كتب وأسواق دولية وندوات ومؤتمرات، ومرتبطة بذاكرة ناس كتير. اتنقل ملكيتها واتباع لتحالف سعودي إماراتي بمبلغ كبير. يا ترى ايه اللي بيحصل في أرض المعارض، وليه ما اتباعتش في مزاد عالمي، ومين المشتري؟ تعالوا نعرف ايه الحكاية. في قلب القاهرة، وتحديدا في مدينة نصر، على أول شارع صلاح سالم، في حتة كانت زمان بتشهد على أحداث كبيرة، من أول معارض الكتاب لمؤتمرات السياسة والفن والثقافة، في المكان اللي اتعرف طول عمره باسم أرض المعارض، واللي فجأة من كام سنة اتنقلت ملكيته لبنك الاستثمار القومي، بدل ما تفضل تبع هيئة المعارض زي ما كانت من سنة 69 عشان تسد مديوناتها مع مديونات هيئة السكك الحديد. فجأة كده وبدون أي مزايدة عالمية، جه تحالف سعودي إماراتي وقدم عرض لشراء الأرض دي بالكامل، وده حسب ما كشف موقع القاهرة 24، والأكد إن في تحالف كبير وعنده مستشار اقتصادي اشتغل على الصفقة، وابتدوا مشاورات مع الجهات المعنية، وبيقولوا إن عندهم رؤية استثمارية ضخمة ممكن تعود على البلد بعوائد بالمليارات. بس الناس اللي ساكنة حوالين المكان واللي عاشت ذكريات هناك واللي شايفوا أرض المعارض أكتر من مجرد شوية مباني، بدأوا يسألوا هو ليه الموضوع بيتم في صمت كده من غير إعلان رسمي أو شفافية؟ هو ليه مفيش شركات مصرية دخلت السباق؟ هو ليه مفيش طرح عالمي زي باقي المشروعات الكبيرة اللي بنسمع عنها؟ الناس بدأت تربط بين الصفقة دي وصفقات تانية حصلت قريب، زي صفقة مراسي ريد على البحر الأحمر اللي كانت ما بين نفس التحالف برضه، وناس قالت دي صدفة، وناس تانية قالت لا ده نمط بيتكرر. والمقلق في الموضوع إن كل صفقة بتاخد حتة من البلد من غير ما الناس تعرف التفاصيل أو تشوف الشفافية اللي يحق ليهم يشوفوها. في ناس شايفة إن الحكومة بتحاول تسد ديونها بأي طريقة، والدين فعلا كبير جدا وبيوصل حاليا ل 162 مليار دولار، وممكن يوصل ل 202 مليار في كام سنة الجايين. بس برضه نفس الناس بتسأل هو الحل الوحيد اللي قدامنا، وبالذات في أرض زي أرض المعارض اللي على 1,000,000 متر مربع في قلب العاصمة، اللي حوالين منها أحياء كاملة زي مصر الجديدة ومدينة نصر والقاهرة الجديدة. لا وفي حلول تانية ممكن تطلعنا من المشكلة دي. وناس تانية بقى بدأت تطلع كلام كتير مع غياب اسم المستثمر، وبدأوا يشككوا في حاجات كتير، وشايفين إن مش كل استثمار لازم يكون في صالحنا، وإنه مش كل صفقة معناها إننا ماشيين في الطريق الصح، خصوصا لما ما بنعرفش المشتري الحقيقي اللي ورا التحالف ده، هل هو صندوق استثمار ولا شركة عقارات ولا وكيل لجهة تانية. في وسط المشهد الإقليمي اللي بيتشكل حوالينا، في صمت الناس بدأت تخاف أكتر وأكتر، وتطلع إشاعات كتير عن الموضوع. ودلوقتي قول لنا أنت بقى مع أنهي رأي، وتفتكر الأرض هتتبني عليها إيه، وهل الهوية بتاعتها هتفضل مهما كان المشتري، ولا ممكن تتغير لحاجة تانية؟ شاركنا برأيك في التعليقات.